استجابت منظمة نساء فوق الأمواج الهولندية نداء الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المغربية، وقد أرسلت المنظمة سفينة مزودة بطاقم طبي سيقوم بعمليات إجهاض، ومن المتوقع أن تصل السفينة اليوم الخميس للسواحل المغربية، وبهذا ستكون مملكة المغرب أول بلد عربي مسلم يستقبل السفينة من أجل توفير رعاية صحية كبيرة لإجراء عمليات إجهاض آمنة. وقد أصدرت المنظمة الغير حكومية بأنها ترغب فقط في مساعدة النساء من إجهاض صحي قانوني بموجب القانون الهولندي من الإبحار في المياه الدولية. يذكر أن جهات غير رسمية مغربية من مجموعة أطباء قالت تجرى في المغرب عمليات إجهاض يومية تصل إلى 600 عملية إجهاض. وقد أثارت السفينة الهولندية الكثير من الجدل في صفوف الناشطين لمناهضة الإجهاض في العديد من البلدان الأوروبية كإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وبولندا.